السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معكم سعيد عزيز. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنشرح محاضرة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي محاضرة فلويد اند الكترولايت، اللي هي المحاضرة لسنة أولى، محاضرة طويلة شوية. فهنحاول ان شاء الله النهاردة نشرحها على أجزاء، عشان برضو ما يعني لو شرحت كلها في فيديو واحد هيبقى الموضوع صعب عليكم. وموضوع الاستيعاب مع الوقت مش اللي هيقل، ومحصلة المذاكرة من الفيديو او الفهم من الفيديو هتبقى اقل. فلما نقسمها ان شاء الله مع بعض كده تبقى سهلة عليكم، وان شاء الله نوصل لاكبر محصلة من الفهم يعني، ان شاء الله مع بعض. فتابعوا الفيديو بقى لحد الاخر، ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعملوا اشتراك للقناه لو انتوا يعني لسه بتشوفوا الفيديو ده اول مره، لان الحاجات دي بتدعم المحتوى بشكل كبير جدا، وبتخلي الفيديو يوصل لناس اكتر. وده طبعا بيشجعني بشكل كبير ان انا اهتم بالمحتوى اكتر واكتر، واعمل واعمل فيديوهات بشكل مستمر. واعذروني بقى يعني التقصير ده بسبب الضغط اللي احنا فيه والشغل زي ما انتوا فاهمين يعني. فخلينا برضو نبدأ على طول بقى من غير مقدمات كتير. معانا من اول المحاضرة بقى الفلويد والالكترولايت. نبدأ بالجزء اللي هو الفلويد، بعدين هندخل على الالكترولايت. تمام. عايزك بس قبل ما نبدأ في الانترودكشن بتاعت المحاضرة كده، لو تعمل لك كوباية شاي ولا حاجة دافية، عشان احنا في الشتاء، وكشكول مثلا وقلم، عشان ايه تترجم معايا، او تجيب الكتاب بتاعك عشان تترجم معايا لو في اي حاجة جديدة، او في معلومة اتقالت، او في مثلا حتة فيها سؤال ولا حاجة ممكن نقولها. يعني تبقى معايا كده في الشرح، بحيث ايه تستفيد من الشرح ده، مش يبقى كده كلام سمعته وخلاص يعني. اوكي. نبدأ بقى بقولنا في الانترودكشن. الفلويد and electrolytes are vital to life, and the adequate balance is imperative to maintain healthy function of the body. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ببساطة خالص معناها ان الفلويد والالكترولايت دي حاجة مهمة جدا للحياة بتاعتنا، وان التوازن بتاعها شيء ضروري جدا جدا عشان يحافظ على الوظائف الصحية او الوظائف الحيوية بالنسبة للجسم بتاعنا. تمام. يعني السوائل اللي في الجسم لو زادت او قلت بدرجة معينة هتأثر على الحياة بتاعتنا. فهي وجودها في الجسم حاجة ايه فيتال، حاجة حيوية جدا، وحاجة مهمة جدا وضرورية خالص. البالانس بتاعها يكون ايه، يكون مظبوط، ما يحصلش فيها لا زيادة بشكل كبير او نقصان بشكل كبير. تمام. بعد كده بيقولنا fluids and electrolytes are involved in almost every cellular reaction and function. معنى برضو ان الفلويد والالكترولايت دي بتأثر على جميع الفانكشنز او الوظائف بتاعت كل الخلايا، every cellular reaction and function. تمام. بعد كده بيقولنا chemical reactions that occur in the body depend on careful acid and base balance. الحاجات او الوظائف او الرياكشنز اللي بتحصل، اللي هي الكيميكال، اللي هي كيميائية، اللي بتحصل في الجسم، بتبقى معتمدة بشكل كبير على ايه، على الاسيد بيز بالانس. وده اللي هي هتعرفوه قدام شوية، حاجة مهمة جدا الاسيد والبيز بالانس ده. تمام. ده كان بالنسبة لايه، كان بالنسبة للانترودكشن. هنخش بقى على يعتبر يعني صلب الموضوع. فلويدز بيقول لك توتال بادي ووتر. هنتكلم على السوائل دلوقتي اللي بتبقى موجودة في الجسم. بيقولنا التوتال بادي ووتر اللي هي الكمية بتاعت الكمية الكلية بتاعت ايه، بتاعت المية في الجسم. تمام. بيقولنا total body water or fluid refers to total amount of water which is approximately 50 to 60% of body weight in healthy person. يعني بيقول لك هنا، ودي معلومة مهمة جدا يعني، ان الفلويد دي اللي هي موجودة في الجسم بتمثل حوالي من 50 ل 60% من البادي ويت. تمام. يعني لو واحد وزنه 100 كيلو، ففي حوالي 50 ل 60% من ال100 كيلو دول، او 50 60 من 50 ل 60 كيلو من وزن جسمه عبارة عن ايه، عبارة عن الفلويدز او اللي هي ووتر. تمام. ده بالنسبة لايه، بالنسبة للمعلومة دي. وخلي بالك بيقول لك الهيلثي بيرسون، يعني ما تجيبش حد مثلا عنده سوائل زيادة او سوائل اقل وتقول عادي مثلا في نسبة اقل او اكتر. بتكلم عن الهيلثي بيرسون، ان الوزن بتاع جسمه من 50 ل 60% منه ايه، فلويدز. تمام. هنروح بقى للبرايمري فانكشن للبادي فلويد، وهي ايه الوظيفة الأساسية بتاعت البادي فلويد. عندك سوائل في الجسم، فايه إيه الوظيفة بتاعتها؟ هتقدر تتوقعها معي بسهولة خالص. يعني provide medium for transporting nutrients to cells and wasted from cell. يعني بتدخل اللي هي المواد التغذوية دي للجسم، لا او للخلايا. تمام. وبتطلع بقى من هي الفضلات، ايه بتطلع من الفضلات من الخلايا دي. يبقى معايا كده ايه اول وظيفة بالنسبة للفلويد دي، انها بتنقل النيوترينز او
المواد اللي هي بتتغذى بيها الخلايا، وبتاخد منها ايه الفضلات. ده بتوفر الوسط اللي بيحصل فيه ايه، اللي بيحصل فيه الدخول والخروج بتاع ايه بتاع الحاجات دي. بعد كده رقم اتنين provide medium for transporting substance as hormone enzymes blood platelets and red blood cells and white blood cells throughout the body. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ ما قلنا انها برضو بتوفر الميديم او الوسط اللي بيحصل فيه النقل للمواد اللي هي زي ايه الهرمونات، الانزيمات، الصفائح اللي هي بتاعت الصفائح اللي هي موجودة في الدم، وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء اللي بتتنقل خلال ايه خلال الجسم. برضو حاجة ايه يعني ما فيهاش اي مشكلة. يبقى كده فهمنا الوظيفة الأولى، بتنقل المواد الغذائية من إلى داخل الخلية، وبتطلع فضلات من خارج من داخل الخلية. بعدين بتوفر الوسط برضه اللي بيحصل فيه نقل الهرمونات والإنزيمات والإيه والحاجات بتاعت الدم أو مكونات الدم. نروح لرقم ثلاثة، بيقولنا فيها facilitate cellular metabolism and proper cellular chemical function. يعني ايه بتعمل؟ بتسهل الفلويد دي في البادي أو في الجسم، بتعمل ايه؟ رقم ثلاثة الوظيفة بتاعتها إنها بتسهل عملية السيلولار ميتابوليزم، وكمان البروبر سيلولار كيميكال فانكشن، الوظيفة الكيميائية بتاعت الخلية بتعملها بشكل صحيح. طب ازاي ده؟ يعني ايه بتعمل ايه عشان يحصل ده؟ لو جيت بصيت معايا على تكوين الخلية او اللي هو السيل ستراكشر، هتلاقي ايه يا معلم؟ هتلاقي في مكونات كتير منها السيتوبلازم. السيتوبلازم ده اللي هو الفلويد اللي هو داخل الخلية. بدون بقى السيتوبلازم ده او الفلويد ده، فهو مش هيحصل الكيميكال رياكشن بتاعها او الكيميكال فانكشن، سوري. تمام، والسيلولار ميتابوليزم او البناء الخلوي. تمام. نروح لرقم أربعة، بيقولنا act as a solvent for electrolytes and non-electrolytes. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتستخدم في الجسم على عشان أو بتعمل إذابة للمواد اللي هي الإلكترولايت، اللي هي مواد بتولد شحنة كهربية، والمواد اللي هي مش بتولد شحنة كهربية. تمام، ممكن تفهم النقطة دي أكتر برضو لما نيجي نشرح الإلكترولايت بشكل مفصل شوية. تمام. رقم خمسة، بيقولنا هيلب maintain النورمال بادي تمبريتشر. طبعا يعني بمجرد ما الشخص بتلاقيه بدرجة الحرارة بترتفع بتاعته، بيجي يحصل ايه؟ بيحصل ان بيعرق. العرق او العرق اللي بيطلع ده بيعمل ترطيب للجسم عشان الحرارة بتاعته ايه تنخفض. تمام. والعرق ده عبارة عن فلويدز. تمام، يبقى جاي maintain البادي تمبريتشر. وليه طرق تانية داخل الجسم نفسه انها بتنزل الحرارة بتاعته، بس ده ابسط مثال. رقم ستة، بقولنا فاسيتيليت الدايجيشن اند بروموت الاليمينيشن. يعني ايه بتعمل؟ بتسهل عملية الهضم. تمام، احنا عارفين ان في انزيمات وفي الاوصال الهضيمة وفي الجهاز الهضمي ايه الحاجات دي كلها بتعمل ايه كلها فلويد بتسهل عملية الدايجيشن، عملية الهضم. وكمان عملية الإليمينيشن، كل ما يعني لما بيبقى عملية الإليمينيشن فيها فلويد بتسهل عملية الإخراج. تمام. على عكس بقى لو كان الفود ده او عملية الاخراج يعني، او كان في مثلا كونستيبيشن او امساك، فتلاقي عملية الاخراج بتبقى صعبة. لكن كل ما يكون في لزوجة كده بيبقى عملية الاخراج سهل. اخر حاجة بقى بقولنا act as a tissue lubricant يعني مرطب. والتيشو اللي هي الأنسجة، فهي بتستخدم كمرطب أو بتبقى مرطبة للأنسجة. طبعا لو حصل جفاف في الجسم وكلام زي كده، فالأنسجة مش بتبقى رطبة، فالموضوع بيبقى صعب يعني. فهي بتستخدم يعني كمرطب للأنسجة. تمام، أو للتيشو. كده خلصنا الفانكشن بتاعتها، واتكلمنا على 7 وظائف. فلو جالك ليست بقى هتحاول ايه تقول ال7 دول، أو تقول اللي قدرت تفهمه من يوم، واللي قدرت تحفظه من يوم، بس مش أقل من 4 مثلا عشان تقدر تاخد الفول مارك فيها. ده لو جاء سؤال ليست. تمام. ممكن تجيلك على فكرة في اختر يعني، أو صح وغلط، لأن ده عبارة عن 7 معلومات. ممكن يجيبوا لك ايه صح وغلط، فانت تبقى فاهم كل معلومة. الموضوع سهل على فكرة، ويعني تقدر تستوعبهم بسهولة. هننتقل بقى للجزئية اللي بعديها، وهي ال distribution of body fluid، توزيعة السوائل بتاعة الجسم. تمام. بتتوزع السوائل أو الفلويد جوه الجسم في مكانين. المكان اللي هو الانترا سيلولار اللي هو داخل الخلايا، ومكان الاكسترا سيلولار اللي هو ايه خارج الخلايا. فبصينا في الصورة بقى هنلاقي ان في خلايا، مجموعة خلايا يعني جواها انترا سيلولار اللي هي الفلويد اللي هو داخل الخلية ده، ومجموعة الخلايا ده كلهم موجودين اصلا في فلويد اللي هي ايه اللي هي اكسترا سيلولار اللي هي خارج الخلية. تمام. يبقى السوائل اللي جوا الخلية دي انترا سيلولار، والسوائل الخارج الخلية اللي هي بتبقى الوسط الموجود فيه الخلية نفسها، فهي دي ايه الاكسترا سيلولار فلويد.
تمام كده. لما نيجي نتكلم بقى عن كل واحده، بيقول لك الانترستيلر دي عباره عن large amount of fluid body او البادي فلويد، يعني هي الكميه الكبيره من ايه، من السوائل اللي داخل الجسم. بعدين ما قلنا which located within cells اللي هي موجوده داخل الخلايا، intercellular فموجوده داخل الخلايا. it constitute about two-thirds or 70% of body water، يعني بتمثل حوالي تلتين البادي التوتال بادي ووتر، يعني كمية الماء الموجودة في الجسم كله بتمثل حوالي تلتينها أو 70% منها. تمام. برضو خلي بالك من الأرقام دي عشان مهمة. وال30% بقى أو التلت الباقي ده هو إيه اللي موجود خارج الخلية، اللي هو إكسترا سيلولار فلويد. وخلي بالك برضو لا يجيلك سؤال يقول لك ان الاكسترا سيلولار فلويد هي اللارجت اماونت، لا، هي اللي ايه، الانترسيلولار هي اللارجت اماونت، وهي الكميه الكبيره. دي اسئله من الحاجات اللي بتجي في صح والغلط، يعني خلي بالكم مني. والارقام اللي هنا برضو تركز فيها، احنا عندنا الكميه الكبيره من الفلويد موجوده فين، موجوده في الانترا سيلولار، واللي هي بتمثل تلتين او 70% من التوتال بادي ووتر. تمام. يبقى خلي بالك برضو انها بتمثل 70% من كل الفلويد الموجوده في الجسم، يعني ركز برضو في الحته دي. رقم اتنين الاكسترا سيلولار فلويد، بيقولنا فيها ايه فلويد اوتسايد ذا سيل، يعني الفلويد اللي هي موجوده خارج الخليه. تمام. which constitute about one third about 30% of total body water، يعني بتمثل تلت الفلويد اللي هي اللي هي موجودة داخل أو اللي هي الموجودة في الجسم، يعني بتمثل التلتين انترا سيلولار والتلت اكسترا سيلولار. تمام. بعد كده بيقول لك بتحتوي على بتوجد في 3 اماكن. ايه هم ال3 اماكن دول؟ بيقول لنا في ايه اللي هي انترا فاسكولار كومبارتمنت اور بلازما، اللي هي البلازما يعني السائل او الفلويد اللي موجوده ايه داخل البلازما او داخل الاوعيه الدمويه. تمام. هي بتتمثل في البلازما، يعني اللي هو السائل اللي بيمشي في ايه في الاوعيه الدمويه. تمام. ده بيمثل بيقول لك which is a liquid compound of blood، يعني عباره عن سائل او مكون من مكونات البلد. تمام. لان البلاد مكون يعني من ليه مكونات اللي هي من البلازما والريد بلاد سيلز والوات بلاد سيلز وهكذا، والبليتلس اللي هي الصفائح الدمويه. فمنها بقى البلازما اللي هي عباره عن ايه، عباره عن سائل داخل بيتحرك فيه المكونات بتاعه الدم. وبيقولنا بيمثل من 7 ل3 7% او 3 لتر، بيمثل 7% مش 7 لتر، 7%. ال7% دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 3 لتر. وبعد ما اخلص كده هعملكم زي ملخص للارقام اللي احنا قلناها، 70% و30% او التلتين والتلت وال7% دي والكلام اللي احنا لسه هنقوله تاني، هعملكم ملخص كده بعد ما اخلصها. تمام. يبقى اول حاجه او رقم A من الاكسترا سيلولار او اللي هي الفلويد اللي هي موجوده خارج الخلايا، موجوده في رقم واحد او المكان الاولاني من ال3 اماكن دول، اللي هو ايه، اللي هو الانترا فاسكولار او اللي هو عباره عن البلازما. تمام. نروح بقى لرقم بي. تمام. من الاكسترا سيلولار فلويد، وهي عبارة عن انترستيشيال فلويد. تمام. اللي هي الخلايا أو اللي هي السوائل او الفلويد اللي بتحيط بالتيشو سيلز او لاسيكة الخلايا، وكمان بالبلاد فيزلز، وكمان بتشمل الليمف، يعني السائل الليمفاوي ده من ضمن الانترستيشيال فلويد. تمام. يبقى دي ايه الاماكن اللي بتتواجد فيها الانترستيشيال فلويد. تمام. اللي هي السوائل اللي هي بتحيط بالخلايا. بيقولنا بقى انها شبه البلازما، بس هي في اختلافين. تمام. الاختلاف الاول انها اقل منها في البروتين، يعني البروتين الموجود في الانترستيشال فلويد اقل من الموجود في البلازما. تاني حاجه وهي الكلورايدز الموجوده فيها بتبقى اعلى هاير. فخلي بالك بقى، ممكن يجيك سؤال بقى يعكس لك الكلمتين دول، يقول لك البروتين مثلا اكبر والكلورايدز اقل، فاهمني؟ فكلمه هاير ولو دي دايما بتبقى في الصح والغلط الحاجات دي. آخر حاجة فيها بيقولنا إنها بتمثل حوالي 27% من الفلود، أو بتمثل 8 لتر في الشخص البالغ. تمام. هنروح بقى لرقم سي الترانس سيلولر، اللي هي ايه آخر حاجة في الاكسترا سيلولر فلويد. دي بيقولنا فيها أو اللي هي الفلويد الموجودة فين، موجودة في السيبروسباينال، البريكارديال، synovial, intraocular and pleural fluids as well as a sweet and digestive secretion. يعني دي عبارة عن السوائل الموجودة في السي اس اف اللي هو النخاع الشوكي، موجودة في البريكارديال اللي هو غشاء التامور اللي هو بيحيط بالقلب، السينوفيال اللي هو السائل الزلالي اللي بيبقى ما بين المفاصل، انتراكوكولار اللي هو في العين،
موجود في البلور فلويدز اللي هي بتبقى حوالين مثلا الرئة. تمام. وفي برضو في اللي بتطلع في العرق، وفي digestive secretion اللي هي السوائل اللي بيفرزها الجهاز الهضمي. تمام. لما بنحتاج نمر بيحصل عملية الهضم يعني، وهكذا بيبقى في secretion معينة بتطلع. فدي من ضمن السوائل بتاعتها. وبكده يا جماعة نكون احنا خلصنا الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد. عرفنا اللي عرفنا دي موجودة فين، دي موجودة. عايزين نطلع بقى من جزئية البادي فلويدز دي. تمام. بنقطة مهمة، وهي الأرقام بتاعتها أو النسب بتاعتها. عندنا التوتال بادي فلويد بتمثل حوالي 60% من التوتال بادي ماس. تمام. ال60% دي بتتقسم تلتة في الاكسترا سيلولار، والتلتين بتوعها التانيين في الانترا سيلولار. يبقى الخلايا الموجودة داخل الخلية هي الأكتر، بتمثل حوالي 40%. وال20% التانية موجودة فين؟ في الاكسترا سيلولار. تمام. الاكسترا سيلولار دي مقسمة لتلات أجزاء. الجزئين الأساسيين منها اللي هما الانترا فاسكولار والانترا ستيشل. الانترا فاسكولار متمثلة في البلازما، يعني خلينا نسميها البلازما. تمام. اللي هي الموجودة فين؟ في الأوعية الدموية. دي بتمثل حوالي 7%. من التوتال بادي فلويد، وتمثل حوالي 20% من الاكسترا سيلولار فلويد. تمام. وكمان الجزء الثاني منها او اللي هو الانترستيشيال بتمثل حوالي كام؟ 27% من التوتال بادي فلويد، او بتمثل 80% من الاكسترا سيلولار فلويد. يعني هي النسبة بتزيد لما بتقلل الفلويد اللي هي بتحصرها في الاكسترا سيلولار. انت وبتذاكر كده مع نفسك، لما تبص كده بالراحة عايز تحسب الارقام دي تحسبها، عشان لو ربما يجيك سؤال كده ولا كده يبقى احنا برضو وضحنا النقطة دي. هندخل بقى على الجزئية اللي هي بعديها، وهي الفلويد سبيسنج. بيقول ان ده مصطلح بيشير او بيقول لك او بيستخدم علشان تعرف تقسيمة او توزيع البادي ووتر. تمام. او بيقسم لك وبيوزع لك اللي هي البادي ووتر. تمام. بقول لك اول حاجه عندك ثلاث انواع منها: فيرست سبيسنج، سكند سبيسنج، والثيرد سبيسنج. الفيرست سبيسنج ايه معناه؟ بقول لك ان ده معناه ان في نورمال ديستريبيوشن، توزيع بشكل نورمال وطبيعي جدا في السوائل ما بين مين؟ ما بين الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار كومبارتمنت. يعني السوائل الموجوده داخل الخلايا متوازنه، والخلايا والسوائل الموجوده خارج الخليه برضو تمام زي الفل. تمام. ده الفيرست سبيسنج، يعني مفيش اي خلل. اما بقى بالنسبه لتاني حاجه او رقم بي، second spacing. ايه معناها بقى second spacing؟ بيقولنا refers to an excess او excess accumulation، يعني تراكم او زياده of interstitial fluid. عندنا في حاجه اسمها interstitial fluid اللي هي السوائل الخارج الخليه. لما بيحصل فيها زياده بقى، يعني في تراكم وفي زياده في السوائل دي، بتعملنا حاجه اسمها إديمة او الورم. تمام. فده السكند سبيسنج، ان في سوائل متراكمه بس فين؟ في الانترستيشال فلويد. ده اسمه إديمة او اللي هو السكند سبيسنج بنقول عليه. طب هنروح بقى للثيرد سبيسنج. ايه معناه؟ بيقولنا means fluid accumulation in area that normally have no fluid. يعني عندنا اماكن في الجسم في الطبيعي ما بيبقاش فيها فلويد، او بيبقى فيها بس بنسبة مينيمم اماونت، يعني حاجات قليلة خالص. فلما يحصل فيه accumulation، تراكم بقى في المكان ده، فاحنا كده وصلنا او ده بيسمى الثيرد سبيسنج، ان في سوائل موجودة متراكمة بس في مكان مش نورمال انه يكون فيه فلويد. على عكس السكند سبيسنج، احنا قلنا في السكند سبيسنج ان اصلا الانترستيشال فلويد، المكان اللي فيه السوائل اللي هي الانترستيشال خارج الخلية، بيحصل فيه accumulation، يعني هو في سوائل بس زادت عليها. تمام. بعدين بيقول لنا الفلويد shift between الانتراسيلولار and الاكستراسيلولار compartment to maintain equilibrium between space. يعني السوائل بتنتقل من او ما بين مش من مكان لمكان، هي بتنتقل ما بين الانتراسيلولار والاكستراسيلولار، يعني بتروح من هنا لهنا او من هنا لهنا. تمام. عشان تعملنا حاجه اسمها equilibrium او اللي هو التوازن ما بين السبيس اللي هو مسافه او فراغ او كده يعني. تمام. فبتنتقل من الانترسولار او الاكستراسولار للتانية، عشان تعمل حاجة اسمها ايكوليبريم اللي هو التوازن. يعني هنا زادت تروح تنتقل المكان الاقل، وهكذا عشان يبقى في توازن. ده بالنسبة للمعلومة دي. بيقول لنا برضو ان ممكن بعض الاحيان يحصل فقد للاكسترا سيلولار فلويد انتو سبيس، في المكان ده that does not contribute to equilibrium، هو مش بيساهم اصلا في التوازن ما بين الانترا سيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد.
فساعتها بيحصل حاجه اسمها الثيرد سبيسنج، اللي احنا لسه جايلينه، ان مكان مفهوش في سوائل قليله خالص او مفهوش او فلويد اصلا، وبيجي ايه بيحصل فيه accumulation للفلويد فيه، فبيحصل ثيرد سبيسنج. ده مكان هو بيقول لك بيحصل فقط من الاكسترا سيلولر فلويد، لا مكان هو مش بيساهم، هو does not contribute ان equilibrium between الانترسيلولر فلويد والاكسترا فلويد. تمام، فساعتها يحصل الثيرد سبيسنج. بيقول لنا the fluid has not been lost but is trapped. هو بيتكلم برضو على الثيرد سبيسنج هنا، هو ده كله خاص بالايه بالثيرد سبيسنج. بيقول لك ان في الثيرد سبيسنج الفلويد اصلا بيحصل له ايه، هو مش بيفقد، هو مش يعني مش بيختفي، هو بس بيتحجز بيحصل له كده تراب، يعني بيتحجز في مكان، تمام، في الجسم لفترة من الوقت، تمام، وساعتها مش بيبقى صالح للاستخدام او مش متاح ان انت تستخدمه في حاجة يوسفل، يعني فاهمين. هننتقل بقى للجزئية اللي بعدين، وهي characteristics of third spacing أو الخصائص بتاعتها، أو نقدر نقول عليها ال complication اللي بتعملها ال third spacing. تمام. أول حاجة increase the heart rate، خلي بالكم يا جماعة عشان الحاجات دي يعني ممكن جدا جدا تجيلك في صيغة list، يعني هي سهلة جدا تجي في list. بيقول لك increase الهارت ريت، بتزود الهارت ريت، بتعملنا decrease لليورين اوتبوت، يعني السوائل اللي بتنتقل من المكان بتروح لمكان تاني، يعني هي مش بتبقى موجودة في مكانها، فبتعمل لك حاجة اديمة مثلا او كده، فبتقلل لك اليورين اوتبوت. تمام. decrease للبلاد بريشر، بتنقص لك ضغط الدم، وديكريز السي في بي. السي في بي ده يا جماعة اللي هو الضغط الوريدي المركزي، ده بيبقى كده واحد مثلا مركب اللهم صل على سيدنا محمد سنتر لاين، وبعد كده بتجيب كده يعني ليه بروسيجر معين كده بتقدر تقيس بيه السي في بي وليه فوائد وحاجات معينة. تمام. اعتقد ان انتم يعني مش عليكم دلوقتي. في برضو رقم 5 اديما، بيعمل لك اديما طبعا، ان المكان بيبقى ما يعني في العاده ما فيهوش فلويد، فبيحصل accumulation للفلويد فيه، بيعمل لك برضو اديما. تمام. والاديما طبعا في منها البيتنج والبيتنج والكلام ده كله. في برضو رقم 6 increase البادي ويت، بيزود لك الجسم، الوزن بتاع الجسم. اخر حاجه بيعمل امبالانس ما بين الانتيك والاوتبوت، اللي هي برضو مبنيه على رقم 2 الديكريز اليورين اوتبوت. تمام. فبيعمل امبالانس فين في الانتيك والاوتبوت بتاع الشخص. دي كانت الخصائص او كوميونيكيشن بيعملها الثيرد سبيسنج. ممكن تجيك في صيغه ليست، ممكن تجيك في صيغه اختر طبعا، يعني او صح وغلط، فخلي بالك منها لانها برضو مهمه. نروح بقى لاخر جزئيه معانا في الفيديو ده، وهي الحالات اللي بيحصل فيها الثيرد سبيسنج اللي قلنا عليه. تمام. او اللي هي ممكن يحصل فيها الثيرد سبيسنج يعني. تمام. اول حاجه بيقولنا الاسيتس ده اللي هو الاستسقاء. ده زي ما شايفين في الصوره كده، عباره عن الفلويد بتخرج كده من اماكنها بتروح لايه، بتبقى ما بين الاورجن وما بين اللي هو ايه الابدومينال وول او الجدار اللي هو بتاع البطن. فبالمبدأ زي ما احنا شايفين في الصوره ده عباره عن ثيرد سبيسنج او ثيرد سبيس. وقلنا برضو الثيرد سبيس ممكن يحصل كنتيجه للسيفير بيرن، حصل حرق شديد. الحرق الشديد ده بيعمل ايه، تبخر للفلوز او بيخرج السوائل من اماكنها. باول ابستراكشن اللي هو انسداد للامعاء. تمام. طبعا زي ما عارفين ان احنا الامعاء بتخرج منها السوائل عن طريق تخرج بتوصل لها السوائل، تمام، اللي هي بتمنع الكونستيبيشن. تمام. فالمهم السوائل اللي بتبقى موجودة في الأمعاء ممكن ايه لو حصل obstruction فهتخرج من مكانها فهتعمل لنا سبيس. في الماسيف بليدنج، يعني في نزيف شديد. تمام. حصل فين، حصل مثلا في الجوينت اللي هي المرفق، او سوري اللي هو المفصل، او بادي كافيتي، او في اي جزء من البادي كافيتي، يعني نزيف داخلي. ساعتها ايه بيحصل سبيس. distribution in cold atmospheric pressure اللي هو ايه يعني حصل التوزيع اللي هو بتاع الضغط الاسموسي. ساعات بيبقى ايه ممكن يحصل اختلاف فيه او كده او كده، يخلي توزيع السوائل ما يخرجش بعملية فيها اتزان، فيزود او ينقص من السوائل اللي هي ايه داخلة وخارجة. تمام. ده ممكن يحصل بسبب الهايبو البومينيا او اللي هو نقص البروتين الالبومين. بيقولنا برضو increase الفلويد فوليوم، يعني زيادة في الفلويد فوليوم، اكسس زيادة في الاي في فلويد ريبليسمنت رينال ديسفانكشن. بمعنى واحد مثلا بياخد اي في فلويد محاليل ومش عارف ايه وكلام زي كده، علشان تعود مثلا نقص سوائل فخد بزيادة، فممكن تعمل له الستاد سبيس. وكمان الرينال ديسفانكشن اللي هو ايه
في ريتينشن، في ان الكليه بتاعته مش بتطلع السوائل مثلا بشكل منتظم، فاهمين؟ بعدين قلنا الانكريز كابيلاري هيدروستيك بريشر، يعني زيادة في ضغط الهيدروستاتيكي للكابيلاري. يعني لما بيزيد ده بيسببنا اللي هو زيادة في الفلويد. hyponatremia or increase in permeability of the capillary membrane like cross tissue trauma. الهايبوناتريميا يا جماعة ده بيأثر بشكل كبير على الوتر ليفل أو مستوى الفلويد يعني في الجسم، بيخليها تزيد. تمام. وقلنا ان زيادة نفاذية الكابيلاري، يعني المفروض ان بدأ الكابيلاري دي تسمح بنفاذية الماء بشكل معين، فلا بيحصل انكريز بقى، فتروح تسبب زيادة في نفاذية او في عبور الماء من مكان لمكان معين، فبيسبب لنا ستيرد سبيسنج ده. تمام. ده بالنسبة للكيس او الحالات اللي هي بيحصل فيها ستيرد سبيسنج. يعني هي مهمة، مش هم او مهم ان انت تبقى عارفها، يعني اكتر من اهميتها في السؤال، يعني ان انت عارف الحالات دي ولا حد ما، يعني مجرد ما تفهم المعنى بتاع الحاجة هتلاقي نفسك استوعبت لوحديك يعني. ده كان آخر جزء النهاردة في المحاضرة. مش حابب أطول عليكم أكتر من كده عشان يعني تقدر تستوعبوا الكمية اللي اتشرحت. وفي فيديو تاني إن شاء الله جاي نقدر نكمل المحاضرة واحدة واحدة، لأن هي مهمة وطويلة شوية. خلاص تمام. أتمنى إن تكونوا استوعبتوا يعني إيه اللي أنا قلته، وتكونوا فهمتوا واستفدتوا من الفيديو. آه، مهم جدا طبعا ان انت لو وصلت لاخر الفيديو كده تعملنا اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد، وتقولنا في كومنت كده رأيك ايه في الشرح. يعني حابب نضيف حاجة معينة كده، او شفت حاجة مثلا بتخليك تستوعب الفهم بطريقة افضل، ممكن تقول لنا عليها. حابين نشرح حاجات معينة برضو اكتبوا لنا في الكومنتات. يعني مش كله بيوصل لنهاية الفيديو، لكن اذا كنت انت شفت الفيديو الاخر فقول لنا في تعليق. ومتنساش تبقى لايك ولايك وسبسكرايب بقى للقناة. أشكركم بقى إيه على حسن استماعكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. معكم سيد عزيز. السلام عليكم ورحمة الله.